نبدأ ببسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. في حاجات في بلدنا ما بنتكلمش عنها، بنحطها في دروج مقفولة وبنرمي المفتاح في البحر. بنقول إن ده عيب وحرام وما ينفعش، بس في ناس قرروا يفتحوا الدرج قدام الكل. ناس عندهم جمهور بالملايين وعندهم صوت بيوصل لكل بيت، وقرروا يقولوا اللي جواهم بكل جرأة، مش عشان يعملوا فضيحة، لأ، عشان يقولوا إن الحقيقة مش لازم تبقى مقنعة، والفن في النهاية هو اللي بيقدر يقول اللي الناس بيخافوا يقولوه. النهاردة مش هنحكي عن أفلام ولا أغاني، النهاردة هنحكي عن اللي ورا الكواليس، عن الفنانين اللي طلعوا بره الصندوق ورفعوا الستار وقالوا إحنا مش زيكم وإحنا مش هنخبي. إليسا صوتها دخل قلب كل مصري وعربي، بتمون، أهو جاي زورنا، سهرني يا ليل، أغاني بتتغنى في كل فرح وكل عزا. بس يوم من الأيام إليسا قررت تتكلم عن حاجة تانية خالص، مش عن الحب ولا عن الفراق. اتكلمت عن أمومة، عن رغبتها إنها تخلف من غير جواز، شرط واحد بس، الأب يعترف بالابن. الكل اتصدم، إزاي فنانة محترمة مطربة لبنانية عندها جمهور بالملايين تقول كده؟ إزاي تفكر إنها تخلف من غير عقد رسمي؟ بس إليسا ما تراجعتش، راحت على قناة MBC وقالتها تاني، وقالت إن لو المجتمع سمح هي مستعدة، وإن القوانين اللي بتمنع ده هي اللي عايزة تتغير. كانت واثقة من نفسها، واثقة إن أمومتها مش محتاجة ورقة رسمية، وإن الحب الحقيقي مش بيتكتب في المأذون، بيتكتب في القلب وفي العين، وفي اللحظة اللي الست تقرر فيها إنها عايزة تبقى أم، من غير ما حد يقول لها استني لما حد يجيلك. ومايا دياب، الفنانة اللبنانية اللي ما عندهاش حاجة تخبيها، اللي طلعتها في هو وهي والجريئة مع إيناس الدغيدي كانت زي قنبلة. قالت إنها اتعرفت على جوزها اللي كان لسه مش جوزها في سهرة، وسهم الحب أصابهم، وقرروا يعيشوا سوا في نفس البيت على نفس السرير 2 كاملين، 2 من غير ما يبقى فيه ورقة رسمية. الناس سألوها زي الغرب؟ قالت زي الغرب، وإيه المشكلة؟ كانت شايفة إن الحب هو اللي بيبني البيت مش الورقة، وإن العشرة الحقيقية بتبدأ قبل ما المأذون يجي مش بعده. وكمان قالت حاجة تانية صدمة، قالت إن الخيانة بقت شيء متداول، وإن مفيش راجل ما بيخونش مراته، بس خيانة الراجل بنسبة 99% ملهاش أسباب، أما خيانة الست فبتكون دايماً رد على قهر، رد على إهانة، رد على إنها عايشة مع حد مش شايفها. نيلي كليم، النجمة المصرية اللي ما عندهاش مشكلة تقول رأيها، لما سئلت عن العلاقات قبل الجواز ما قالتش ولا لأ، قالت أنا مالي مع سلام على التربية. كلمتين بس فيهم حكاية كاملة، حكاية إن الست اللي متربية صح هي اللي تعرف تختار، هي اللي تعرف تفرق بين الحب الحقيقي واللعب، بين اللي يستاهل واللي ما يستاهلش. نيلي كليم ما دخلتش في تفاصيل، ما قالتش إنها عملت ولا لأ، بس قالت إنها مش ضد، ومش ضد يعني إنها مش مع الظلم، مش مع إننا نحكم على الناس من غير ما نعرف حكايتهم. سلام على التربية، يعني لو التربية كويسة الست هتعرف تاخد قرارها، وهتعرف تتحمل نتيجة قرارها من غير ما حد يقول لها أنتي غلطانة. نجلاء بدر خدت الكلام لمنطق تاني خالص، قالت إن العلاقة الحميمية قبل الزواج من الناحية العلمية بتؤدي لجواز أطول أمد، بس المجتمع الشرقي رافضها. ليه؟ مش عشان العلم قال كده، لأ، عشان العادات والتقاليد، عشان الدين، عشان الناس هتقول إيه. وكمان قالت حاجة مهمة، قالت إن في جوازات كتير باظت. ليه؟ عشان ما كانش في علاقة حميمية قبل، الناس اتجوزوا وما عرفوش بعض، وأول ما عرفوا بعض اكتشفوا إنهم مش مرتاحين واتطلقوا. فالعلاقة قبل الجواز من وجهة نظرها مش عيب، ده اختبار إن الشخصين دول فعلاً ينفعوا لبعض ولا لأ.
بس المجتمع بيرفض الاختبار وبيحب يدخل في الجواز وهو معمى، وبعدين يتفاجئ، وبعدين يتطلق، وبعدين يقول الجواز باظ. إيناس الدغيدي، المخرجة اللي ما عندهاش حاجة تخاف منها، اللي طول عمرها بتقول اللي في قلبها ولو كلفها الجمهور، قالت إن الجنس حرية شخصية حتى لو بره إطار الجواز. وسألوها عن المساكنة، قالت لو فيها احترام متبادل ليه لأ؟ أنا بحترمك وإنت بتحترمني لغاية ما نقرر نكمل مع بعض. كلمتها كانت زي صفعة على وش المجتمع اللي بيفصل بين الحب والحرية، اللي بيقول إن الجسد ملك للورقة الرسمية. إيناس الدغيدي كانت شايفة إن الاحترام هو الأساس، إن العلاقة اللي فيها تقدير متبادل هي العلاقة الشرعية، حتى لو مفيش مأذون، حتى لو مفيش عقد، لأن العقد بيخلص والاحترام بيفضل. الفقرة 7، جوي ومنى هلا، الإشهار هو الشرعية. جوي الممثلة اللبنانية كانت أكثر وضوحاً، قالت إن كل حاجة مباحة من أجل الحب، مش نص، مش ربع، كل حاجة. سئلت مع أو ضد الجنس قبل الجواز؟ قالت بشكل كامل مع، كل شيء كرمال الحب مبرر. كلمتها كانت زي إعلان حرب على التقاليد اللي بتقول إن الحب لازم يستنى، إن الجسد لازم يتقنع، إن الست لازم تفضل عذراء لغاية ما حد يجي يكتب عليها ورقة. أما منى هلا فكانت أكثر ذكاءً، كانت عارفة إن المجتمع مش هيسمح لها تقول كده من غير تبرير، فقالت إن العلاقة المعلنة اللي فيها إشهار وإعلان دي شرعية حتى لو مفيش ورقة رسمية، لأن الإشهار في الإسلام هو أساس الشرعية. قالت العلاقة لا يدخل بها أي نوع من أنواع المصلحة، في ناس كتير بتتجوز من أجل المصلحة فقط. كانت بتقول إنها مش باعت نفسها ولا اشترت حد، كانت في علاقة حب حقيقية وأعلنتها وده كفاية. بس اللي فجرت الدنيا كلها كانت انتصار، مش مجرد تصريح، ده كان زلزال. قالت إنها بتشوف أفلام إباحية وإنها بتشجع الشباب يشوفوها. ليه؟ عشان يتعلموا، عشان يعرفوا إزاي يتعاملوا مع مراتهم. قالت في رجالة كتير قبل الدخلة محدش شرح لهم حاجة، الكتب والأفلام أفادتهم، عرفتهم إزاي يبقوا أزواج، إزاي يكفوا مراتهم، إزاي يجيبوا أولاد. الناس اتجننت، إزاي فنانة مصرية تقول كده؟ إزاي تدافع عن حاجة زي دي؟ بس انتصار كانت شايفة إن الجهل هو اللي بيخرب البيوت، إن الست اللي بتتعذب في ليلة الدخلة والراجل اللي مش عارف يتصرف دول ضحايا مجتمع بيخبي الحقيقة تحت ستار العيب. وقالت كمان إنها تعرف قنوات بتعرض الأفلام دي بشكل درامي وهي بتفضلها. كانت بتتكلم بكل بساطة زي ما حد بيقول إنه بيشوف فيلم أكشن، بس الفيلم ده في نظر الناس كان فضيحة. ومش الستات بس اللي قالوا، الرجالة برضو فتحت بقها. وائل كفوري طليقته أنجيلا بشارة قالت إنها عاشت معاه سنة كاملة قبل الجواز، سنة من العشرة والحميمية من غير ما يبقى فيه ورقة رسمية. ونيكولا معوض الفنان اللبناني قال إنه يؤمن بالعلاقات قبل الجواز من أجل المصلحة فقط. كانت بتقول إنها مش باعت نفسها ولا اشترت حد، كانت في علاقة حب حقيقية وأعلنتها وده كفاية، وإنه ما عندهاش أزمة في الموضوع، وإنه خاض التجربة بنفسه. حتى أحمد الفيشاوي قال إن الحرية الشخصية هي الأساس، بشرط إن العلاقة مش تبقى عابرة، يعني مش لعب، ده حب حقيقي بس من غير قيود، من غير ورق، من غير ما حد يقولك أنت لسه ما جوزتهاش. الفقرة 10، جهاد سيد، 12 سنة مساكنة، 55 ثانية. بس اللي كسر كل الأرقام كان جهاد سيد، الممثل السوري اللي قال إنه عاش تجربة المساكنة 12 سنة. 12 سنة، مش شهر، مش سنة، 12 سنة، مع ممثلة مشهورة رفض يقول اسمها. 12 سنة من العشرة والحب من غير ما يبقى فيه عقد رسمي. وسألوه سؤال صادم، قالوا له لو بنتك عملت كده هتقبل؟ قال مش همانع عشان هي حرة. كانت صدمة إن أب يقول إنه مستعد يدي بنته الحرية اللي المجتمع بيحرمها منها.
جهاد سيد كان شايف إن المساكنة مش عيب، ده اختيار إنك تعيش مع حد تحبه من غير ما تستنى إذن حد، وإن ال 12 سنة دول كانوا أحسن سنين عمره، مش عشان مفيش مشاكل، لأ، عشان المشاكل كانت بين اتنين اختاروا بعض، مش بين اتنين اتجوزوا بإجبار. وفي فضايح ما كانتش تصريحات، كانت اتهامات. نسرين طافش وجهت لها النجمة السورية ديما بياعة طليقة تيم حسن اتهام صادم. اتهمتها إنها خانتها مع تيم حسن، إنها كانت في علاقة خارج إطار الزواج. نسرين ما كانتش قالت حاجة، هي اتهمت، بس الاتهام ده كان كفيل إنه يعمل فضيحة أكبر من أي تصريح، لأن ده كان خيانة مش مجرد رأي. وده الفرق بين إنك تقول أنت مع حاجة وبين إنك تتهم إنك عملتها. نسرين طافش دخلت في معركة قانونية وإعلامية، معركة إثبات براءة، بس الاتهام لسه عالق في الذاكرة، عالق في السيرة، زي بقعة ما بتتنشفش. الفنانين دول كل واحد فيهم قال كلمته، بعضهم اتهاجم، بعضهم اتقفلت عليه الأبواب، بعضهم خسر جمهوره، بس كلهم قدروا يفتحوا ملف كان مقفول، ملف إن الحب مش لازم يبقى ورق، إن الجسد مش ملك حد، إن الفن في النهاية هو اللي بيقول الحقيقة اللي الناس بيخافوا يقولوها. وما زالت الشاشة شغالة، وما زال الضوء مولع، وما زال في ناس قاعدة في الظلام بتتفرج وبتحلم ببلد تانية، بلد فيها الحب حرية، والجسد مش جريمة، والفن هو الصوت الوحيد اللي ما بيخافش. اختاروا بعض، مش بين اتنين اتجوزوا بإجبار. وما زال الستار مرفوع، وما زالت الحقيقة بتتكلم، حتى لو الكل بيسكت. كنتم مع قناتكم، قناة مصر بالاس.